اطلع في هاي الحياة متل ما هي، استنى دقيقة اطلع في هاي الحياة متل ما هي، ما تعصب علي وتروى شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حركة تحرير فلسطين نسجب ونستنكر وندعو إلى إنهاء مهزلة الدراما الفلسطينية، وإنها إلى ثورة حتى الفيسبوك وإحنا في الانتقاد دين ما لنا. ماشي؟ تصرف شو الزلمة الفاضي نسمعه؟ يعني مش عارف هم صحفيين ولا كتائب شهادة الأقصى؟ مش عارفة، هم أظن بين ثلاث أخبار المنارة. هذا يا سيدي العزيز. هو يا سيدي العزيز ولا يا ستي العزيزة؟ الموضوع مش موضوع انتقاد، الموضوع موضوع كل صحفي بينتقد بناء على علاقة مرت عم بنت خال أخت مرت عم ست بنت عم سيد سته مع الفيلم الفلاني ومع الدراما الفلانية ومع المسلسل الفلاني. هل هو بما أنه صحبي مع فلان بينتقد شلالية بالضبط، مصالح فئوية شلالية. بوصلة الصحافة تتوجه مع الدولار. خليها على النص. يعني احنا برضه مش لازم ننسى انه احنا الشباب بهاي البلد قاعدين بنشتغل من جيبتنا، فيش تمويل، ما في تمويل. ليش ما في تمويل يا هون؟ لا في تمويل، مالك؟ انا بقول لك وين التمويل. وين؟ التمويل للناس اللي عندهم تمويل، كل حدا عنده تمويل بيجيبوا له كمان تمويل. ليش يا هون؟ لأن ستي كانت تحكي مصاري بتجيب مصاري. تعرف شو؟ أنا بآمن إنه الأمثال مش جاي من فراغ، يعني أنا لما باجي بتعامل مع نخبة فلسطينية شابة قاعدة بتشتغل على مسلسلات درامية ممكن نسميها أو ممكن نحكي عنها سكتشات، بتشتغل من قلب رب لحالها، ميكروفون واحد وكاميرا واحدة وبتصور كل المشاهد هاي. لو سمحتي الميكروفون ملزق تب أسود. ومع هذا كلياته كنا نتدين هذا جدا. للأسف إن هذا الحكي مش عم تسمعه ولا مؤسسة تمول. إحنا لو كان في عنا تمويل أكبر وأضخم للبرنامج، أكبر من شو؟ أكبر من نص شركة؟ كان صار في تركيز أكثر على النصوص، تركيز أكثر على الإضاءة، تركيز أكثر على التمثيل. الممثلين في البلد اللي مش عمرها طالعة في مسرحية في المدرسة. أنجلينا جوليز بتروح عند هارون وبتقول له إنه مش فاضية بدي أروح. لو سمحت أنا بدي أقرأ ال30 نص اللي بدي أشارك فيهم واللي ما بدي أشارك فيهم قبل ولا ما كنتش؟ ممكن ما كنتش. في واحد أجانا فكرته العقاد. أكشن. حبيت حبيت ارمي الشباب. الله كبير طالع. غير هدول المخرج اللي بيجيك مثلا مفكر حاله المخرج فيليب أسمر. مين فيليب أسمر؟ اللبناني اللي بيجي يمثل مع باميلا الكيت ويوسف الخال وورد الخال، مفكر حاله انه هو يعني عنده القدرة انه بيصور اعراس، بيكون قاعد ماسك الكاميرا ومفكر حاله يلا علوج على عرسان على لا احلى اشي ايش بتصور؟ إذا ما أنا هيني هون وشباب أنا هيني بحكي هون. إذا مش دارس تمثيل ولا مش دارس إخراج ولا تصوير ولا افتح جوجل واسأل يا عمي، جوجل بجاوبك على أي سؤال. تعرف الحاج جوجل سلامة الله عليه، الله يسلمه الحاج جوجل، والله الحاج جوجل والعم يوتيوب. في غير موضوع إنه أنت تحاول إنك أنت تطور نفسيتك وتطور شغلك وتطور أدائك، ما تفتيش، ما تعملش حالك الفهيم للناس. لا عفوا، شو بتشتغلي؟ ممثلة. والله واو، نايس تو ميت يو. شو مثلتي قبل هيك؟ شو بتمثلي؟ والله لهلا ما عملتش ولا عمل، بستنى في الفرصة المناسبة يعني. روحي عند أمك تعمل لك عمل حجاب بالمرة. ما عندكش ولا عمل. والله أنت شو بتشتغل؟ كاتب سينمائي. واو، واحكي لي اشياء من الكتاب. انا ما بكتبش ببلاش، بشتغلش بدون مصاري، وبستنى بالفرصه المناسبه عشان انا اكتب عمل يكسر الدنيا. والله تكسر رقبتك ان شاء الله. يعني تخوتوا على الناس وانتوا اصلا بتعملوش شيء. طب لا عفوا، بتشتغلي ناقد سينمائي. ليش؟ في سينما عندنا بفلسطين؟
هو فيش، بس انا بنتقد السينما اللي بدها تصير بفلسطين. قبل ما تصير منطمها، بدل ما نيجي نساعد هدول الشباب احنا نطمس حلمهم بس عشان مش عاجبنا، عشان احنا فاضيين اشغال قاعدين على اليوتيوب بنكتب كومنتس نسب على بعض. عشان سمعتي الخبرية الجديدة؟ لا سمعت. قالوا لك في مرة صحفي حول ناقد في رمضان. انه كل بني ادم بيشتغل بكفي شرف المحاولة، بكفي انه احنا نكسر احلام ناس ونكسر طموحات ناس ونكسر جهود ناس وتعب ناس. كل واحد حاول، هو بني ادم افضل من الانسان اللي بيكتب على الفيسبوك. الفيسبوك بطل للتواصل الاجتماعي، الفيسبوك صار لتحرير فلسطين، لصناعة الكوميديا والدراما والصحافة والتكنولوجيا. انا بعتقد انه احنا العرب ابدعنا ونبدع كل يوم، كل لحظة وكل دقيقة. احنا في فلسطين ما ضلش غير نروح نحرر الاندلس مثل ما حكى زميلنا عماد. وانا بعتقد انه يعطيكم الف عافية. اللي راح انتقد موسم وطن على وطن لعام 2013 انتقدوا من منطلق الفئوية والشلالية والمصالح الرأسمالية بناء على التمويل والدولار اللي وجه بوصلتكم باتجاه عمل اخر. واللي انتقد مثل ما هي انتقدها لانه مثل ما هي يمكن ما كانش معها تمويل عشان تاخذ تاكسي تروح تصور في الطيره، فكنا نمشي مشي ونروح مشي. شكرا لجهودكم الجباره وشكرا لدعمكم المقطوع النظير. شكرا لكم عشان دعمتونا، يعطيكم العافيه. تحياتي لكم وكل عام وانتم بالف خير وعيد فطر سعيد طب انا احكي واستنونا. انا بدي احكي. انت مش معزومه. انا بدي احكي رمضان كريم وعيد فطر سعيد واستنونا. بتنافق؟ بنهب روح اطفي. بديش اطفيها. طب انا بطفيها. عسلامة، أنا غادة طاوس من تونس، عمري 15 سنة، أدمن في باج مثل ما هي. نحب نوجه تحية لجميع الممثلين في المسلسل، خاصة هارون أبو عراء المبدع كمخرج وممثل. ونحب نوجه تحية للشعب الفلسطيني ونقول له إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله العام الجاي نزوروا القدس وهي متحررة.